السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء، كيف حالكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم قلت غادي نتقاسم معكم هذه الحلوى درافايلو او البونبونيس اللي كيتخدموا بالكوك وبنسلي محلى. غادي نخدموا بعضياتنا هذا الخير هذا اللي المكونات ديالو بسيطه بزاف والخدمه ديالو سهله. خليكم معايا ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما قلت لكم البنات، هاد الحلوى كتخدم جوج مكونات الاساسيات اللي هما الكوك وحليب نسلي محلى. بالنسبه للكوك البنات انا عندي هنا 250 غرام الكوك، النوعيه تكون ممتازه، تكون الكوك رقيق ويكون فيه لدم. بالنسبه لهاد البواطه البنات نسلي فيها 370 غرام. هانتوما شوفوا كنوريكم شحال فيها الغرامات، فيها 370 غرام مع 250 ديال الكوك، يكون نوعيه ممتازه. الا ما جبرتوش البنات ديك الكوك رقيق ممكن الا كان عندكم الكوك غليظ طحنوه. صافي هنا غادي نجيب واحد الاناء. انا ما كنبداش بالكوك، دائما كنبدا بنسلي. كناخذ داك البواطه نسلي وكنخويها كامله، ديك 370 غرام نسلي محلى. صافي غادي نخويها كامله وغادي نوضع عليها ديك الكوك تدريجيا وانا كنجمع. المهم هاد 370 غرام دخلت لي فيها 250 غرام ديال الكوك يكون النوعيه ديالو ممتازه، فيه لدام ويكون رقيق. انا قلت لكم اذا كان عندكم الكوك غليظ بعد الساعات كيكون الكوك غليظ هو كيكون مزيون، هذا ماشي مشكل، طحنوه غير واحد شويه في العشوار اولا في الماكينه الضوء صافي وخدموا به. صافي هنا كما شفتوا معايا كنجيب واحد سباتول. انا ملي كتكون الحلوى قليله كنقول نخدم غير هيدا بسباتول، يعني الا بغيتو تخدموا بيدكم تخدموا بيدكم. مع العلم هاد الحلويات بحال هادو ضروري كنعملوا فيهم يدنا باش كنشوفوا القوام ديالهم. صافي انا هنا سبق لي خدمت هاد الحلوى وخدمتها، يعني عارفه 250 غرام ديال الكوك يدخل فيها 370 غرام د الحليب المحلى. صافي هنا غادي ناخذ هذا الخليط وغادي نخليه في هذا الاناء وغادي نغطيه وغادي نوضعه اما على سطح العمل واما في الثلاجه. انا صراحه الله خليته غير على سطح العمل لمده واحد 3 ساعات. خليوها غير شي ساعه المكان، غير انا كيكون عندي الشغل وكنخلي يعني كنخلي الحاجه هيدا بلاتي. هانتوما شوفوا كيفاش كيلصق. غادي نخليه ومن بعد غادي نرجع ليه وغادي نشكلوا الكويرات ديالنا مع بعضياتنا. هنا البنات غادي نرجعوا الخليط ديالنا بعد ما ندوز واحد المده. بالنسبه للتزيين عندي هنا بندق وعندي هنا الكوك وعندي الكواغط اللي غادي نحط فيهم بونبونيس ديالي. هاد الكوك هو منيتو من داك الكوك اللي خدمت به، غير هو انا شريت كميه يعني زايده واحتفظت بالباقي باش نزين به. صافي هنا شوفوا البنات كيف هو يعني الخليط ديالنا شرب. هانتوما كتجي هاد الحلوى البنات غزاله، كتجي معلكه قمه في الروعه. صافي هنا كناخذوا القياس، نتوما كتحكموا في القياس، عملوهم شحال ما بغيتو. غالبا كنعملوهم قد ديك الكويغطات الصغارين مره البونبونيس باش كيجيو قدهم. صافي بهاد الطريقه هادي كنظن كتجي فيهم شي 13 غرام ولا 12 غرام هيداك بالبندقه بكل شيء كنظن. صافي هنا كناخذوا واحد الكميه الخليط وكنوضعوا في وسط ديك البندق. بالنسبه لهاد البندق البنات طبعا خصو يكون محمر في الفران لان غادي نسكر الحلوى هيدا باش كيجي مقرمش. شوفوا البنات كيفاش كيجي المنظر ديالها غزال. هاد الحلوى اللي ما كيعجبهاش البندق او ما متوفرش عندها ممكن انها تعوض البندق باللوز، حتى اللوز تحمروا بالقشور ديالو بكلشي حتى هو كيجي قمه في الروعه. انا غادي نستمر بهذه الطريقه، يعني كنشكل الكويرات ديالي كاملين وغادي نرجع معكم نخدموا يعني غادي نخدم النص هيدا والنص اخر غادي نخدموا بشوكولاط بيض. وبالنسبه للبنات اللي باغيين ياخذوا هاد الحلوى كمشروع، يعني البنات غير توكلوا على الله، فيها الربح مزيون وفي نفس الوقت ماشي متعبه. هاد الحلويات بحال هادو كيكونوا شي متعبين بزاف. بالنسبه للكيلو ديال البنات انا كنخرجوا ب 100 درهم.
لان كيف ما كتشوفوا فيها مكونات غاليه، نسلي غالي، البندق غالي، الكوك غالي، كل شيء غالي. بالنسبه للكيلو البنات كيطيح تبارك الله عليه 80 حبه، يعني كيجي هيدا كيلو ميزان. يعني اللي بغات تخدم البنات توكل على الله وتبدا، ما كتحتاج لا ما فيها لا مول لا حتى شي حاجه، يعني ما كتحتاجش شي ماتريال كثيره. والكيلو اللي هضرت لكم عليها البنات ماشي الكيلو ديال الكوك كيخرج 80 حبه، لا، كيلو ديال الحلوى. يعني بعد ما كنخدموا الحلوى وكنوزنوها، يعني الكيلو ديالها كتجي فيه 80 حبه، لان كاين بعض الكليانات وبعض السيدات كيقولوا لك مثلا الكيلو ديال الحلوى شحال كتجي فيه، باش هما كيشوفوا شحال غادي يعملوا من الكيلو. ماشي كيلو ديال الكوك، ولكن كيلو ديال الحلوى مخدومه بكل شيء ديالها. بالنسبه لهاد الحلويات البنات اللي كيعجبك فيهم هي انك ما كتشعلش الفران وفي نفس الوقت يعني كيتوجدوا في واحد الوقت وجيز بزاف. يعني الا كان ماجين عندك الضيوف في العشيه كيمكن لك في الصباح توجد واحد الكميه، يعني نفس الخليط يمكن لك تفنن فيه، يمكن لك تعمل له يعني بزاف تشكيلات، وتقدر تدخل حتى المذاقه هاد الحلوى. ولكن هي الاصل ديالها هي كتجي بحليب محلى والكوك. صافي كما قلت لكم هذه هي الشكل الاخر. انا هنا كنت بديت كنخدم، هنا كندوبوا شويه د الشوكولات، يعني اي نوع د الشوكولات يكون عندكم كدوبوه صافي. كتجيبوا البندق عفوا الكويره اللي كورتو، هي ما يعني اللي عندنا ما فندناهاش في الكوك، يعني منا غير بداك الحشوه والبندق صافي. وكنوضعوها هيدا على واحد الفرشيطه ولا متشك، وكنبداو نضيفوا عليها الشوكولات. وفي الاخير البنات كنحيدو ملي كننزلوها على شي طابيات سيليكون او على بلاستيك فوق سطح العمل. هانتوما غتشوفوا معايا انا غادي نوري لكم كيفاش كنخدم. كندفعوها هيدايا شويه باش كيحيد ديك الفائض اللي كيكون د الشوكولات من تحت. صافي بهاد الطريقه هذه، يعني غادي نستمر بهاد الطريقه هذه. يعني كنخدم الحلوى اللي عندي الكميه ديال الشوكولات كامله، ونرجع معكم نشوفوها بطبق التقديم. بالنسبه للبنات لهاد الكميه اللي عملت هاد الحلوى، كنظن لما كذبتشي خرجت لي شي 50 حبه، كنظن شي 50 حبه هيداك خرجت لي او اكثر. الا بغيتو كتار كانوا عندكم يعني مناسبه ولا كان عندكم ضيافه ولا شي حاجه، كيمكن لكم تضاعفوا المقادير. انا هاد الحلوى البنات وجدتها الحنه دختي كانت عندنا الحنه، وجدتها هيدا باش حطيناها في هاد بونبونيات هيدا صغارين كتعطي واحد المنظر مزيون. وكان هذا هو الشكل الحلوى اليوم. كما كتشوفوا معايا حلوى خفيفه وظريفه ومكونات ديالها بسيطه بزاف وكتوجد دغيا. انا حطيتها هيدا في كويطات، وداك اللي عملتها بالشوكولاته مثل شويه د ورق الذهبي للاكل. نتمنى الفيديو اليوم البنات يكون عجبكم والاستحسان ديالكم. انا غادي نتقاسم معكم وحده كالعاده. شوفوا هانتوما تبارك الله باش ضرب ديك الحبه البندق محمره. الموس يعني كيجي صعيب يوصل يعني قطعها، ولكن هانتوما شوفوا كيفاش كتجي من داخل. كتجي فيها واحد المنظر غزال، واحد النسمه فيها الكوك. الناس العشاق الكوك كتجي خطيره هاد الحلوى البنات. جربوها لوليداتكم ضياف ديالكم مناسبات الاعياد، كتجي فنه واقتصاديه وكطيح كميه كثيره. شوفوا انا غادي نتكي على وحده وغادي تشوفوها كيفاش كتجي. هانتوما شوفوا البنات كيفاش كتجي هشيشه وفي نفس الوقت كتجي معلكه، طلع منها واحد النسمه يا سلام. شهيتكم فيها غير سمحوا لي البنات. هاد الحلوى ما نعكزوش عليها، كتوجد دغيا، مكونات ديالها بسيطه والمذاق ديالها خطير وكتنفع لضيوف الغفله. الى عجبكم الفيديو اليوم ما تنساونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وبارطاجيو القناه مع الجميع باش تكون فائده فضلا وليس امرا. نخليكم تلاقاو ان شاء الله يا ربي الفيديو المقبل. ما نساونيش بصالح الدعوات ديالكم، نخليكم ومع السلامه.